بتبدأ أحداث مسلسلنا مع بطلتنا تشان، وبتكون بتهرب من حد بيطاردها وعاوز يقتلها، لكن فجأة بيظهر محارب قوي بيطير وبيدخل ينقذها على آخر لحظة، وبيدخل في قتال معاه وبيقضي عليه، وبياخد تشان على بيته بعد ما بتكون فقدت الوعي. ولما بتفوق بتستغرب المكان اللي هي فيه، وبترجع لورا بالذاكرة شوية للعالم بتاعها، وهي كانت في بيتها بتلعب على الكمبيوتر، لكن اللعبة دخلتها جواها علشان تدور على الحب الحقيقي. ونظام اللعبة بيتكلم معاها وبيعرفها بالقوانين بعد ما بتختار شخصيتها في اللعبة، وبيقول لها ان معاها 5 ارواح بس في اللعبه، يعني تقدر تعيد حياتها في اللعبه 5 مرات بس، وانها ترجع تاني للعالم بتاعها بمجرد ما تلاقي الحب الحقيقي. وبيظهر المحارب اللي انقذها، فبتساله عن اسمه، فبيستغرب من سؤالها لانهم المفروض يعرفوا بعض كويس، لكن بيقول لها ان اسمه الشياع، وبيسالها عن سبب مطارده القاتل ده ليها وهروبها، لكنها ما بتكونش فاكره حاجه، بس بتكون فرحانه وبتفكر انها كده لقيت حبها الحقيقي. بعدين بياخدها الشياع علشان يرجعها لبيتها، وبيوصلوا للسوق، وفي الوقت ده بتظهر بنت معاها صوره تشان في السوق، وبتكون بتدور عليها وبتشوفها تشان، فبتفرح البنت انها لقيتها، وبنعرف ان دي تبقى تشون الخادمه بتاعت تشان. وبيكون شياو هيمشي لانه خلاص اطمن عليها، لكنها بتمنعه لانها بتكون شاكه في تشون، فبيديلها سلسله وبيطمنها انها لو بقت في خطر هيقدر يوصل لها وينقذها. وفي طريق رجوعها للبيت بتخبط في جون، وده يبقى ملك الهويه واخو امبراطور المملكه، فبيقول لها انها غبيه، فطبعا هي كمان بتشتمه وبتيجي تمشي فبيمنعها، لكنها بتضربه في رجليه وبتاخد تشون وبتجري. وبنروح للامبراطور، وبيبقى بيخطط مع الخادم بتاعه والملكه انه يجوز جون، وبتقول تشان للنظام انها عاوزه ترجع تاني للعالم بتاعها علشان دراستها وامتحاناتها، فبيقول لها النظام انها مش هينفع ترجع غير لما تكمل المهمه، وان ال10 ساعات في اللعبه بيعادلوا دقيقه واحده في العالم بتاعها، فبتوافق وبتفتكر الشياو وبتقرر تروح له، لكن الحارس بتاعها بيشوفها وبيعرف انها بتحاول تهرب، فبيدي لها ضربه بتخليها تفقد الوعي. وتاني يوم بتصحيها تشون علشان يروحوا لوالدها اجتماع بخصوص عيد ميلاد الامبراطور، لكنها بترفض وبتفضل تسال عن تشون الحارس وعن اللي في القصر، وده لانها فاقده الذاكره. وبعدين بتصحى وبيعرض عليها النظام مجموعه فساتين، فبتختار واحد منهم، وبتيجي تشون وبتجهزها وبتقول لها ان الامبراطور بيخطط انه يجوز اخوه الامير جون من بيت رئيس الوزراء اللي هو والدها. فبتسالها تشان عن الامير ده، فبتقول لها انها سمعت انه مش وسيم وكمان ملوش في الحكم، فبتقرر تتكلم مع والدها بطريقه وحشه علشان يستبعدها من موضوع الجواز. وبتروح لوالدها واللي بيكون مجتمع مع باقي العيله ووالدتها واخواتها الاثنين، وبيسالها عن اللي حصل لها ومين كان بيطاردها، فبتتكلم معاه بطريقه مش كويسه لدرجه انه كان هيضربها بس اخواتها منعوه. وبعدين بيقول لهم ان الامبراطور عاوز يجوز اخوه من بيتهم، وده معناه انه هيختار حد منهم، وبيطلب من جيل توافق، فبتفضل تعيط وبتقول له انها لسه صغيره، فبيطلب من فبتعيط هي كمان، وبيقولوا له ان اختهم الكبيره تشان هي الشخص المناسب، وبيكملوا عياط. فبتقوم تشان وبتقول لهم انها خلاص موافقه تتجوزه وتضحي مكانهم بما انها الكبيره. فبيقول والدها للخدم ياخدوها يدربوها ويعلموها ازاي تتعامل مع الامبراطور والامير، وبيدربها الخادم على طريقه المشي قدام الامبراطور، لكنها بتفشل فبيضربها. وبعد ما بينتهي اليوم بتقعد تعالج العلامات اللي في ايديها نتيجه الضرب، وبتكون ندمانه انها وافقت على الجوازه، وبتسمع صوت بره، ولما بتخرج تشوفه بتلاقي والدها قاعد مع زوجة الامبراطور، وبيقول لها انهم قريب هيكونوا مع بعض وبيكونوا بيخططوا لحاجه ضد الامبراطور. وبنعرف من كلامه انه كان بيخطط لقتل تشان لانها اكتشفت حاجات خطيره عنه، بس رجع في قراره لما فقدت الذاكره. وتاني يوم بتروح هي وتشون للسوق، وبيكون الحارس بتاعها معاها، وهناك بيعجبه خنجر لكن ما بيقدرش يشتريه بسبب سعره، فبتشتريه هي وبتديهوله كهديه. وبيجي يوم زيارتهم لقصر الامبراطور علشان يحتفلوا بعيد ميلاده ويناقشوا موضوع الجواز، وبيجي الامبراطور وبيقدموا له التحيه، وبيدخل ملك الهاويه جون، وبتتصدم تشان لما بتشوفه لانها ما بتكونش تعرف انه ملك الهاويه. وبيقول جون للامبراطور انه سمع ان تشان بتعرف ترقص، وبيقترح انها تقدم له رقصه، ودي بتكون حركه منه علشان يضايقها. وقتها تشان بتمثل ان رجليها بتوجعها، فبيقترح جون ان الطبيب يعالجها، لكنه بيكتشف انها مش مصابه ولا حاجه، فبيأمر الامبراطور الحرس يمسكوها، وبيستغل نظام اللعبه وبيقول لها انها اتصرفت غلط، وكده في حياتها في اللعبه بقت في خطر، وعلشان كده لازم تعيد حياتها، ولانها ما بتكونش حفظت ملفات اللعبه بتضطر تبدا اللعبه من جديد، وبتبدا من تاني مع شياو، ولانها بتكون عارفه الاحداث اللي مرت عليها بتقدر تعمل كل حاجه مظبوطه لحد ما بتيجي عند الامبراطور وبتقدم نفسها علشان ترقص، لكنها برضو بتفشل في الرقص، وبيأمر الامبراطور الحرس يمسكوها، فبترجع تاني تكلم النظام وتعيد اللعبه، وبتغير لبسها وبتقدم نفسها للملك، وبتبدا ترقص، وبيعجب الملك برقصها وبيشكرها بعد ما بتخلص. وبعدين بتقعد وبيقول لهم الامبراطور انه قرر يجوز جون وتشان. في الاول جون بيكون رافض، لكن بيضطر يوافق علشان قرار الملك. وفي طريق خروجهم من القصر بتشوف تشان الحارس بتاعها بيجري، فبتروح وراه، لكن بيجي حد من ظهرها وبيضربها، وبتفوق بتلاقي نفسها
في مكان كله نار وبتلاقي يانديل جنبها، وبيشوف جون النار وبيدخل بسرعة بيلاقي تشان فبينقذها وبيخرجها بسرعة وبعدين بيسيبها وبيختفي علشان يشوف لو في حد بيحاول يقتلها، لكن بيكون جينج. وبتفوق وبتفكروا ان جينج هو اللي انقذها فبتشكره، وبيظهر جون وبيبان عليه انه غيران انها بتتكلم مع جينج، وبترجع للبيت وبتتكلم مع تشون عن الحارس بتاعها وبتقول لها انها شاكه انه بيحاول يقتلها باوامر من والدها. فبتستغرب تشون من كلامها عن محاوله والدها قتلها، فبتقول لها انها عارفه عنه حاجات خطيره وعلشان كده عاوز يخلص منها. وبيكون والد تشون بيتكلم مع الحارس عن اللي عمله، وكده بنعرف انه هو اللي ضرب تشان وتسبب في الحريق، وبيقول له ما يتصرفش من دماغه. فبيستغرب الحارس من رد فعله وبيساله عن سبب تغير رايه في التخلص منها، فبيقول له انها فاقده الذاكره وبكده مفيش تهديد عليه. وبتيجي تشان تخرج من الاوضه فبتلاقي الحارس بتاعها متعاقب من والدها لانه اهمل في حمايتها، ودي بتكون خطه بينه وبين والدها. وبتحاول تشان تقنع والدها انه ملوش ذنب وبتخليه يسامحه، وبتقعد تفكر وتخمن مين اللي بيحاول يتخلص منها. وبتلاقي تشون المنديل اللي لقيته في مكان النار وبيكون مكتوب عليه اسم مكان، فبتسالها تشان عنه فبتقول لها ان ده الملهى الليل. فبتقرر تروح هناك وتدور على اللي بيحاول يخلص منها، وبيكون سون هو المسؤول عن الملهى، وده يبقى صديقة جون ملك الهوية. وبتتنكر تشان علشان تروح بعد ما بتتفق مع تشون انها تفضل مكانها علشان ما يتكسفش انها خرجت، وعلشان تدخل للملهى لازم يكون معاها دعوة. فبتسرق دعوة من حد بس بيشوفها جون وبيشك فيها لكنها بتركب شنب وبتمثل انها راجل وبتنجح انها تخدعه. وبيسألوا الحارس عن سبب موافقته على الجواز من تشان وهو مش عاوز يتجوزها، فبيفتكر كلامه مع والدها وهو بيحكي له عن والدته، وبيفهم من كلامه انه يعرف مين اللي ورا موتها، لكن بيرفض يتكلم معاه وقتها، وعلشان كده قرر يجوز بنته علشان يعرف سبب موت والدته. وبتدخل تشان للملهى وبتدور على اي دليل عن اللي بيحاول يقتلها، لكنها بتسمع صوت سون ويو جايين فبتستخبى جوه خزنه وبتراقبهم. وبيروح جون لرئيس الوزراء بهدايا لتشان، وبيبعت الملك الخدم لتشان لكن طبعا ما بتكونش موجوده، فبيرجعوا ليه وبيبلغوه انها نايمه لانها تعبانه. فبيمشي جون وبيشوف سون ويو تشان وهي في الخزنه، فبتمثل انها سكرانه وجات هنا بالغلط، لكن سون بيتهمها بالسرقه وبيكون هيجيب الحرس للمكان، لكنها بتعترف له انها تشان وبتنزل لتحت علشان تكمل مهمتها. بس بيجي حد وبيقول لها ان مفيش مكان للرجاله هنا، بس سون بيجي وبيكشفها، ولما بيشيل الشنب من عليها وبيتاكد جون من وجود تشان في الملهى بيستغرب الحارس انه ما قالش لوالدها، فبيقول له انه كان هيعاقبها لو عرف، وبيقرر انه يدخل للملهى يجيبها بس لازم يتنكر علشان محدش يعرف ويبلغ الامبراطور. وبيسال سون تشان عن سبب وجودها في الملهى فبتقول له لكنها ما بتعرفش ترد عليه، وبتيجي تمشي بيمنعها وبيقول لها انها تمشي بس بعد ما تقدم عرض في الملهى. وبيتقدم يو العرض بتاعها وبيجي الدور على تشان وبتحاول تمشي لكن ما بتعرفش بسبب سون، وبتقدم العرض بتاعها وطبعا بيكون تقديمها للعرض مش احسن حاجه والناس ما بيكونوش مبسوطين، بس بتضطر تكمل فيه. وبيشوفها جون وهي بتغني وبترقص، وبتخلص العرض وبتدخل عند سون وبتيجي يو وبتقول لها ان العرض بتاعها كان حلو فبتشكرها تشان. وبيكون سون بيخطط انه يخليها في الملهى لكنها بتتعصب عليه وبتصمم تخرج. وبيروح والد تشان لاوضتها فبيقول له الحارس انها نايمه، فبيروح علشان يصحيها بيلاقي تشون وبتضطر تعترف له انها في الملهى. وبيوصل جون لتشان وبتكون مفكراه جاي يدور معاها على اللي ولع في القصر، لكنه بيمسكها وبيقول لها انه هيرجعها لوالدها، بس سون بيتدخل وبيبعدوا عنها وبياخده يتكلم معاه لحد ما تشان تهرب. بتخرج من الملهى وبتشوف الحارس بتاعها فبتروح وراه، لكن النظام بيحذرها ان في خطر عليها لكنها ما بتهتمش، فبيجي حد وبيضربها فبتفقد الوعي فبتضطر تعيد حياتها من تاني، بس بعد ما بترتب وتخطط صح للي هتعمله. وبعدين بتهرب من الحراس وبيشوفها الحارس بتاعها وبيروح وراها وبيوصلها، بس بيقول لها تهرب من المكان وبيبعد الحراس عنها. وبتيجي تهرب بيشوفها الحراس وبيكونوا هيمسكوها، لكن بيظهر شياع وبيدخل في قتال معاهم وبيخلص منهم وبياخدها ويروح على بيته. وبتشكره انه جالها بس بتقول له انه برضه اتاخر عليها، فبيعتذر لها وبيدخلوا البيت وبيجيب لها حاجه تشربها وبيقول لها تنام هي وما تقلقش وهو هيفضل بره يحميها. وبتفضل تفكر في الحارس بتاعها وبتكون محتاره بين انه بيحاول يقتلها ولا بيساعدها. وبعدين بتنام، وتاني يوم بتروح اخت شياو عنده وبتحاول تقنعه يروح معاها ويسيب تشان لانه كده بيعرض نفسه للخطر. في الاول بيرفض لكن بعد اصرار منها بيروح معاها. وبيوصل جون لعندها وبيسالها عن اللي حصل وايه اللي وصلها لهنا، فبتحكي له على اللي حصل لكنه ما بيفهمش منها حاجه وبياخدها وبيمشوا. وبيقابل الحارس بتاعه وهم راجعين وبيقول الحارس انه من المفروض يرجعوا تشان عند والدها، لكنها بترفض وبتقول له انها ترجع معاهم على القصر وده لانها خايفه من والدها. بس جون بيرفض علشان يضايقها وبيقرر يرجعها القصر والدها، فبتقول لهم انها عاوزه تروح الحمام وبتكون خطتها انها تهرب منهم علشان ما ترجعش على قصر والدها لانه هيعاقبها. بس وهي بتهرب بيمسكها قاطع طريق وبتكون خايفه وبتحاول تهديه علشان ما يقتلهاش، وبتفضل تغني له لكنه ما بيهتمش، فبتقول له انها مش لوحدها ومعاها خطيبها
يعاقبها، فبيقول لها تناديل وبيحاول قاطع الطريق ياخدها ويمشي، لكن جون بيجي وبيقول له انها خطيبته علشان يسيبها ويمشي، لكن قاطع الطريق بيقول له يثبت انها خطيبته الاول عن طريق انهم يبوسوا بعض، بس هما الاتنين بيرفضوا، فبيرفض قاطع الطريق هو كمان انه يسيبها، لكن جون بيطلع القوة اللي جواه وبيهاجمه وبيقدر يضربه وياخد منه السيف وبيسيبه وبيمشي، وبتعجب تشان بشجاعته وبيكون اتجرح في ايده فبتحاول تشوف الجرح لكنه بيرفض. بيجي الحارس بتاعه وبيقول لتشان ان الامير كان قلقان عليها لما مشيت وبيفضلوا يعندوا في بعض شويه، وبعدين بيشيلها جون وبيمشي. بيروحوا للقصر بتاع والدها وبيقابلوا وبيشكروا انه رجع بنته للبيت، وبيقول له انه هيعاقبها علشان الغلطه دي ما تتكررش تاني في المستقبل. وبيدخلوا لجوه وبيقول له جون يخلي باله انه مش عاوز مشاكل تحصل قبل الجواز، ولسه هيسالوا عن والدته، فبتيجي تشان وبتقطع كلامهم، فبيغير جون كلامه وبيقول له انه لازم يعاقبها، لكن تشان ما بتهتمش بكلامه، فبينادي والدها على الخدم وبيمسكوها ويحط عليها ميه ساقعه بتخليها تفقد الوعي. وقتها بيتضايق جون وبيزعل لوالدها على طريقه عقابه ليها وبيشيلها وبيوديها لاوضتها. بعد ما بتفوق بتسال تشون عن اللي حصل، فبتقول لها ان الامير هو اللي شالها للسرير وفضل قلقان عليها، لكن تشان ما بتكونش مصدقه كلامها وبتقول لها ان والدها موقف حراس على الباب علشان ما تعرفش تخرج، فبتقول لها انها عاوزه تروح تسمع البيانو، ودي بتكون خدعه منها علشان تهرب، وتطلب منها تساعدها ان الحراس ما يشوفوهاش، فبتقدر تشون تبعد الحراس عن الباب وبتخرج تشان، لكن الحارس ليو بيشوفها وبيعرف انها بتحاول تهرب بس بيوقفها علشان يبعدها عن مكان الحراس. بس تشان بتكون متضايقه منه وبتقول له انها كشفته وعرفت حقيقته، وهي انه عاوز يخلص منها حسب اوامر والدها، وانها عرفت ان هو اللي ضربها في قصر الامبراطور وعمل الحريق، فبيقول لها انه كان بينفذ اوامر والدها وانه ندمان انه عمل كده وما عرفش يحميها، وبيفكرها بمساعدته ليها في الهروب لما كانت في الملهى. فبتصدقه تشان بس بتقوله لو انها ما هربتش والدها هيقتلها، لكنه بيطمنها وبيقول لها انها خلاص هتتجوز ومش هيكون محتاج يعمل كده لانها هتكون مفيده ليه بجوازها من ملك الهاويه. فبتوافق تشان انها ما تعرفش دلوقتي، بس بتطلب منه يساعدها في الهروب يوم جوازها من جون لانها مش عاوزه تتجوزه. فبيتردد ليو في الاول لكن في الاخر بيوافق، وبيفضل يفكر في كلام تشان وهو بيتدرب لحد ما بتجيله رساله من حد، فبيروح يقابله، بيكون شخص مقنع وليو شغال لحسابه في قصر المستشار. بيكونوا بيدوروا على اوراق مهمه هتظهر فساد المستشار، لكن بيقول له ليو انه ما لقاهاش. فالمقنع بيقول له ان بعد 3 ايام بنت المستشار هتتجوز الامير جون، ووقتها قوه المستشار هتزيد، علشان كده لازم يخلص من الاميره، لكن ليو بيهدده انه يقرب لها، فبيعرف انه يتعلق بيها وبيقول له ان مهمته يمنع الجوازه وخلاص. وبعد ما بيمشي بيطلع عليه الاوراق وبيقول انه مش هينفع يديله الاوراق غير لما يطمن على سلامه تشان الاول. وبتروح تشان لوالدها وبيكون معاه تشون، وليو بيكون موجود وبتمثل على والدها انها لسه تعبانه، فبيقول المستشار لتشون تهتم بصحه الاميره علشان تبقى كويسه قبل الجواز، فبتمثل تشون هي كمان انها زعلانه على فراق تشان وبيقعدوا يعيطوا، فبيقول المستشار لتشون تروح مع الاميره، وبعدين بتقول له تشان انها خايفه تروح لقصر الامير لوحدها وانه ممكن حد يحاول يقتلها، وعلشان كده عاوزه الحارس بتاعها يبقى معاهم، فبيوافق على طلبها، وبكده تكون خطتها نجحت. وبتدخل لاوضتها هي وتشون وتمدحها شويه على تمثيلها قدام المستشار وشويه، وبيدخل ليو وبيكون معاه خريطه للطريق من قصر المستشار لقصر الامير جون، وبيحطوا خطه الهروب. وبيجي يوم الزفاف وبتودع تشان عيلتها وبالزعل والدموع المزيفه، وبتركب العربيه وبيكون معاها تشون وليو، وعلى الناحيه الثانيه بيكون سون مع الحرس علشان يوصلها للقصر. وزي ما خططوا بيجوا عند نص الطريق بتقول تشان لتشون انها عاوزه تشرب، فبيقول له يروح يجيب لها الميه، فبيروح ليو لكن بيرجع بلبس اسود ومغطي وشه وبيهاجم الحرس وبيدخل في قتال معاهم. وفي الوقت ده بتبدل تشان مع تشون الاماكن واللبس وبتدي الاشاره ليو، فبياخدها على حصانه وبيهربوا. وبتكون تشان قلقانه على تشون، بس ليو بيطمنها ان في حد من رجالته هيستناها في القصر وهيجيبها على مكانهم على طول، وبيطمنها ان كل حاجه ماشيه حسب خطتهم، بس للاسف بيكون في حد ماشي وراهم. وبيروح سون عند عربيه العروسه، وطبعا بيكون مفكر ان تشان هي اللي في العربيه، وبيتكلم معاها وبيقول لها انه معجب بيها من اول ما شافها وانه محضر لها هديه ممكن تعتبرها هديه جوازها، بس طبعا تشون ما بتردش، فبيرفع الغطا من على وشها وبيكتشف انها تشون. وبيبدا الحارس اللي بيطارد ليو وتشان يضرب عليهم سهام، وبيقدر يصيب ليو وبيقع من على الحصان، وبيقول لتشان تهرب وتسيبه لكنها بترفض وبتفضل معاه لحد ما بيموت، وبتفتكر ذكرياتها معاه وبتكون زعلانه عليه. وبيوصل الحارس اللي قتل ليو لتشان وبيقول لها ان والدها اكتشف اللي كانوا بيخططوا له واللي حصل ده نتيجه خيانه ليو، وعلشان ترجع ليو تاني بتقرر تعيد حياتها. وعند ما بتيجي تشون تبلغها بالهروب بتنزل من العربيه وبتوقف ليو عن القتال علشان تحميه من اللي حصل، وبتقول لحارس جون ان دي خطتها علشان تختبر قوه الجنود في حمايتها، وبتطلب منه ما يقولش لجون، فبيوافق. وبتوصل القصر وبتصحيها تشون من
من النوم فبتسألها عن اللي حصل لها، فبتقول لها انها بوظت الفرح بسبب شربها الكتير وانتهى بنومها. بيجي جون ومعاه جدته بتبارك لهم وبيخرجوا، وبتفضل تشان وجون يتخانقوا شويه وما يكونوش طايقين بعض، وبيضايق جون منها اكتر وبينادي على الحارس بتاعه وبيقول له يودي تشان لأوضة الخدم وانها من بكره هي المسؤوله عن خدمته. بتروح تشان لأوضة الخدم وبتنام وبتحلم بالشياو وهم بيضربوا مع بعض، وبعدين بيتكلم معاها عن حياتها وبيقول لها تحاول تعيش حياتها سعيده، وبيطمنها انه هيكون دايما جنبها. وبتصحى وبتكون مستغربه بسبب حلمها بالشياو. بنروح للشياو وبيكون بينزف، وبتروح لاخته وبتقول له ما يحاولش يخرجها من الحلم، وقصدها هنا على تشان. فبيقول لها انه عاوز يخليها تعيش حياه سعيده، فبتقول له ان دي مش تشان الحقيقيه. فبيقول لها انها بتمتلك الذاكره بتاعتها وانه هيعوض الغلط اللي عمله. بتكون يو مع الراجل المقنع، وبنعرف انها كمان بتشتغل لصالحه، وبيكون متضايق ان ليو ما عرفش يمنع جواز جون وتشان. فبتقول له انها عندها خطه وهتصلح اللي حصل. وبتروح الجده لتشان وبتصحيها علشان تجهز الفطار للامير، وبتبدا تشان شغلها في المطبخ، وباقي الخدم بيكونوا معاها وبيفضلوا يبوظوا الشغل عليها. بيجي سون وبيقول لها تروح معاه توصله للامير، وبيسالها عن سبب لبسها زي الخدم وشغلها معاهم. فبتقول له ان الامير بتاعك كان مزاجه وحش، بتسيبه وبترجع للمطبخ. وبيكمل الخدم مضايقه فيها لدرجه ان واحده منهم بتزقها على مزهريه فبتقع وبتتكسر. بتيجي الجده وبتزعق فيهم وبتقول لهم انها ترفضهم كلهم، فبيعيطوا وبيعتذروا ليها. وبتقول تشان للجده انها سامحتهم وكمان هتقدر تصالح المزهريه مقابل انه ما ترفضش حد منهم. فبتوافق مقابل ان يتم معاقبتهم كلهم بالركوع لمده ساعتين. وبيشوفهم سون وهما بيتعاقبوا وبيصعب عليه وبتشان، وبيروح لجون وبيقول له انه مهما الامير عملت ما ينفعش يعاقبها كده لانها ضعيفه وممكن تتعب، وان الامبراطور لو عرف هتبقى مشكله. فبيقول جون للحارس يبلغ الجده تسامحهم، وبتروح لهم الجده وبتلغي العقاب. وبتقول لتشان تحاول تعتذر لجون لكنها بترفض لانها ما عملتش حاجه غلط وما بتكونش قادره تمشي. فبيساعدها الخدم، وبيقرر جون انه يروح يصالحها. وفي الوقت ده بتروح لها تشون وليو بيكونوا زعلانين عليها، وبيقول لها ليو انه جاهز يهربها لو موافقه. وبيكون جون قرب عليهم وبيسمعهم وهم بيتكلموا عن الهروب، وبيقول لها انها لو عاوزه تمشي تشتغل كخدامه لمده شهر، ولو نجحت هيسيبها تمشي بشرط ان محدش يساعدها، ولو حابه تقعد هترجع اميره القصر. لكنها بتقول له انها تخدمه لمده شهر وبعدين تمشي. وبيكون ليو قلقان عليها لكنها بتطمنه وبتقول له انها هتهتم بنفسها وكمان تشون معاها وهتساعدها. واول مهمه ليها انها تكوي الملابس، لكنها بتستخدم ذكائها وبتعمل شماعات ليها، وبكده مش هتضطر تكويهم. والسبب في ده انها جايه من المستقبل والعالم بتاعها متقدم، وبتقدر بذكائها تنجح في باقي المهمات، وطبعا بمساعده الخدم اللي حبوها بسبب اللي عملته معاهم. وبيبلغ الحارس جون باللي عملته وبيكون متضايق لانه مش عاوزها تنجح لانها كده تمشي من القصر، وبيزود عليها الشغل اكتر وبيصعبوا عليها. وفي اليوم التاني الخدم بيبلغوها ان مواد الاكل اختفت، لكنها بتقدر تعدي دي وتجهز الفطار، وبتكون لازم هي اللي توديه للامير. ولما بتروح بيرفض الحرس انهم يدخلوها، لكنها بتدخل بالعافيه، وكعاده جون بيرخم عليها شويه وفي الاخر بتمشي. وبتكون بتغسل الهدوم بتاعته، بتلاقي جزمه مع الهدوم بتغسلها معاها. بعدين بتروح للمطبخ علشان تجهيز الاكل، بتكون حريصه على ان كل حاجه تبقى مظبوطه عشان الامير ما يتكلمش. بيجي حارس الامير وبيقول لها ان الامير عاوزها، وبتروح تشان لجون وبيكون متضايق منها لانها قطعت الجزمه اللي والدته جابته له وهو صغير، وبيطلب منها تعتذر لكنها بترفض وبتقول له ان دي حاجه تافهه مش مستاهله كل العصبيه دي. وبتعرفه انها هتخيطها وهترجع تاني زي الاول، وبتسيبه وبتمشي. وبتسمعهم الجده وبتروح تهدي جون وبتقول له ان تشان ما تعرفش ان الجزمه دي عزيزه عليك واكيد ما كانش قصدها تقطعها، وبتحاول تهديه. وبعدها بتروح لتشان تعرفها ان جون ما كانش يقصد يزعلها، لكن الجزمه دي عنده غاليه لان والدته جابته له في اول خروجه ليه مع الامبراطور، ولما ماتت احتفظ بيها لحد النهارده، وانها بقت من الحاجات الغاليه بالنسبه له. فبتزعل تشان من نفسها وبتحس وقتها بالذنب، وبتقرر انها تخيطها وترجعها تاني زي الاول، وبتروح لتشون علشان تساعدها. وبنرجع للسن وبيكون في حفلة للمغنية يو سرحان وعمال يفكر في تشان. فبتيجي يو بتعزمه على شاي وبتتكلم معاه، وبيطلب منها تجيب آلة العزف بتاعتها وتيجي تعزف في القصر، وبيعرفها ان جون هيعجب بعزفها فبتوافق. وفي نفس الوقت بتروح تشان لجون علشان تعتذر له وتديله الجزمة بعد ما خيطتها، وبيفرح لما بيلاقيها رجعتها زي الاول، وبيعتذر لها على الطريقة اللي كلمها بيها الصبح، وبيعرفها ان ما كانش قصده، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وبعدها بيروح يقابل السن وبيكون مش مركز معاه وباله مشغول. بيسأل
فبيسأل سون انت تعبان ولا حاجة؟ فبيقول له لا. فبيقول الحارس ان من ساعة خناقته مع تشان الصبح وهو متضايق، وبيقول له سون انه محضر له مفاجأة هتغير موده. وبتنادي على المغنية يو، وقتها بتكون مع تشان والخدم بتوعها وبيتكلموا مع بعض. فبتقول تشون انها شافت المغنية يو وهي داخلة للقصر وكان معاها آلة العزف بتاعتها. فبتروح تشان لهناك بسرعة وبتسمع صوت العزف وبتشوف يو هي بترقص لهم، فبتتضايق وبتدخل عليهم من غير ما تخبط على الباب. فبيتضايق منها جون وبيزعق لها وبيطلب منها تطلع بره وتخبط تاني قبل ما تدخل. فبتزعل لانه حرجها قدام الناس. فبتقول له يو ان الموضوع مش مستاهل كل ده. وقتها تشان بتحس بالاهانه وبتمشي وهي زعلانه، وبيحس جون انه كان رخم معاها في الكلام معاها، وبيطلب من الحارس ياخد يو للجناح الغربي في القصر وبيفركش القعده. وتشان وهي ماشيه بتقابل جينج وبيديها هديه الامبراطور بعتها لها. فبتعرفوا ان جون والسون بيجيبوا حريم للقصر وانهم اشخاص مش كويسه. وقتها بيكون جون واقف وراها وسمع كل اللي بتقوله. اول ما بتشوفه بتغير كلامها على طول وبتقول عليه انه شخص كويس ومش بتاع حريم، والسون بس هو اللي بتاع حريم. فبيضحك جينج على كلامها وبتقول له انها عاوزه تتعلم العزف والرقص، وطبعا بتقول كده علشان تضايق جون وتخليه يغير عليها. بعدها بتروح لتشون وبتعرفها انها قررت تتعامل مع جون بنفس طريقته وهتستفزه زي ما هو بيعمل معاها بالظبط، وانها تبدا تتعلم الرقص علشان تعرفه ازاي يغير عليها ويبطل يجيب حريم للقصر. وبالليل والكل نايم بتهجم يو على القصر وبتكون لابسه قناع علشان محدش يعرفها، والحراس بيشوفوها وبيهجموا عليها لكنها بتضربهم. فبيجي حارس جون الشخصي وبيضربها بالسيف في جنبها، لكن فجأة بيظهر ليو وبيساعدها وبيقدر ينقذها منهم، وبعدها بياخدها وبيهرب من المكان. وبيروح الحارس يبلغ جون باللي حصل، فبيطلب منه يفتش القصر كله. واول ما بيبداوا تفتيش بيبداوا بغرفة يو، وبيبقى ليو مستخبي جوه لكنهم مش بيعرفوا مكانه. وبيسألها ليو هو المقنع اللي بعتك؟ فبتقول له ايوه، لانك ما قدرتش تخلص المهمة بتاعتك، وان تشان خلاص اتجوزت جون. فبيقول لها انها مش كويسة مع الساعات وممكن الجوازة تفركش. فبتقول له ان عمر جون ما هيقتنع بالخرافات دي، وان تشان لازم تتقتل والا هم اللي هيموتوا. فبيقول لها ليو انه ما يقدرش يقتلها لانه بيحبها، والجرح بتاعها بيبدا ينزف. فبيديها ليو علاج وبيقول لها ان لازم تعالجه بسرعه والا الحرس هيشكوا فيهم. وبيقول الحارس ان ما حدش دخل القصر امبارح غير المغنيه يو، وان رئيس الوزراء كان باعت حد يبلغهم انه هيزوروا الاميره بكره. فبيطلب منه جون يجمع كل خدم القصر ويسالهم كانوا فين امبارح بالليل، ويبعت حد تاني من الحرس يجيب يو من غرفتها. وبيبدا جون في التحقيق معاهم وبيسال ليو هو كان فين امبارح بالليل. فيو هي اللي بترد مكانه وبتقول له انه كان معاها في غرفتها. فبيقول سون باستغراب يو المغنيه المعروفه بتعجب بحارس، وطبعا تشان بتستغرب لان ليو ما جابش السيره قبل كده انه على علاقه بيو. وقتها بتفسر يو لجون ان هي وليو كانوا صحاب من زمان، وانها استغربت لما شافته في القصر امبارح فخدته لغرفتها. فبيزعق له جون انه ساب الاميره تشان لوحدها، وبالليل كان ممكن المجرم اللي دخل القصر يقتلها، فبيقرر يعاقبه. وبتتكلم تشان مع نفسها وما بتكونش مقتنعه بكلام يو، بتشك ان هي المجرم اللي هجم على القصر بالليل، وبتكون حاسه ان ابوها هو اللي بعتهم هي وليو علشان يقتلوها. وقتها بيطلب منها جون ان هي اللي تعاقب ليو بما انه الحارس الشخصي بتاعها. فبتقرر تشان انها تطرده من القصر. فبيستغرب جون لان الموضوع مش مستاهل، لكنه مش بيرضى يكسر كلمتها وبيطرده. وبيروح جون يستقبل رئيس الوزراء، وطبعا تشان بتخاف لا يزعق لها لانها لابسه هدوم بسيطه مش زي لبس هدوم الاميرات. فبتسال تشون عن مكان لبس الاميرات، فبتقولها ان ممكن تلاقي في المخزن الغربي. فبيروحوا لهناك بسرعه وبتحاول تشان تفتح الخزنه لكنها مش بتعرف. فبتفتكر ان جون لما حلاها قبل كده بالرمز بتاعها، فبتجرب وبيطلع صح وبتلاقي فيها بدله للملكه ام جون، بس ما بتكونش عارفه انها بتاعتها ومفكره ان الامبراطور جايبها لها. وبتلبسها وبتروح تسلم على باباها، لكن جون بيتضايق منها، واول ما باباها بيمشي بيمسك جون فيها وبيزعق لها على طردها ليو لانه الوحيد اللي كان يقدر يحميها، وان اللي عمله ما كانش بيستاهل كل ده. وبيزعق لها تاني لانها لبست بدله مامته ودي حاجه مش بتاعتها. فبتقول له ان دي بدلتها هي والامبراطور هو اللي جايبها لها. فبيتعصب عليها وبيقول لها ان البدله دي الامبراطور اداها لامه مش ليها. وهنا بتستوعب تشان انها عملت مصيبه، وبتحاول تبرر لجون انها فهمت الموضوع غلط وانها مفكره ان دي هديه ليها، وبيعرفها انها بقت مستفزه جدا. فبتقول له انت اللي ما عدتش مستحملني، وبتقرر تمشي وتسيبه. وقتها بيطلب جون من الحرس ياخدوها لبره القصر لانه ما عادش عاوز يشوف وشها تاني. ساعتها تشان بيغمى عليها، فالسون بيزعق له بيعرفه انه بيحبها ومتاكد انه مش هيعرف يعيش من غيرها، وعلشان يثبت له كده بيقرر يتراهن معاه وبيعرفه انه هياخد تشان، وانه متاكد ان الساعه 9 بالليل هيلاقيه في الشارع عمال يدور عليها عشان يرجعها لانه متاكد انه بيحبها. فبيقول له جون انه استحاله يعمل كده بعد اللي هي عملته ده، وانه مش عاوز يشوف وشها في القصر. وبيتراهن مع السون على 100,000 لو فكر يرجعها. وبياخدها السون لدكتور وبيديها وصفه بتفوقها، وبيعرفها انه تراهن مع جون على 100,000 لو قدر يعيش من غيرها. فبتزعل لان كده جون مش هيرجع
هيرجع في كلمته تاني، وبياخدها السن لمطعم، والساعة بتيجي 9 وجون مش بيجي ياخدها، فتشان بتقلق لا يكون جون قرر يستغنى عنها بجد. وقتها الجدة بتجمع الخدم تحت أوضة جون وبتخليهم يتكلموا عن الحب وعن صفات الأميرة تشان، والحارس الشخصي لجون بيمثل هو كمان معاهم، وبيسمعهم جون وبيطلع يزعق لهم، وبيسأل الحارس بتاعه عن مكان تشان فبيقول له إنها في المستشفى، وطبعا بيضحك عليه علشان يروح يجيبها، فبيقلق وبيطلب منه يجهز الحصان بتاعه بسرعة وبياخده وبيروح لها. وقتها السن بيحاول يقرب من تشان وبيقدم لها عرض رومانسي تحت الجليد، وده لأنه مستغل إنها زعلانة مع جون فبيحاول يتقرب منها يمكن تحبه، وبيديها دبوس الشعر اللي كان نفسها تشتريه، بس وقتها فلوسها ما كفتش. ساعتها بيدخل جون عليهم وبيضايق السن منه وبيعرفه إنه خسر الرهان، لكنه مش بيهتم بكلامه، وبيشد تشان من إيده وبيركبها على الحصان وبيرمي الدبوس اللي هو اداهولها على الأرض، وبعدها بيمشوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيروح جون يجيب لها ورد عشان يصالحها، وبعدها بياخدها للسوق وبيشتري ليها هدايا كتير. بيحاول ليو يعالج جرح يو، فبيدخل عليهم الشخص المقنع اللي مكلفهم بالمهمة، وليو بيمسك فيه لأنه عرض حياة يو للخطر وكانت هتموت بسببه، لكنه بيفهموا إن الشغل بتاعه ما فيهوش مجال للمشاعر، وإن لازم المهمة تتم بغض النظر عن مين الشخص اللي هيعملها. تاني يوم جون بياخد تشان وبيروحوا البيت عيلتها. ساعتها بابا بيكتشف إن ليو مش معاها، ولما بيسأل عليه بيقول له جون إنه طرده. جون بيسأل أبو تشان عن الشخص اللي قتل مامته، فبيعرفه إن تم دفن كل اللي كان يعرف الحقيقة، وإنه سمع من الخدامة الشيعة وإن كان في خناقة بينها وبين أم جونج قبل ما تموت، وما ذكرتش تفاصيل تانية. فبيرجع جون لغرفته. بتكون تشان ماشية في حديقة القصر، فبتشوف لانج وهو بيتكلم مع باباها، وبتسمعه بيقول له إنه كل الرجالة اللي حوالين الإمبراطور تشونج بقوا تبعه، خلاص كده فاضل خطوة بسيطة وهيقدروا يستولوا على الحكم، وبيعرفوا إنه مش قلقان غير من جون. فبيقول له أبو تشان إنه يزرع جواسيس في وسط رجالته علشان لو حصل منه حاجة في أي وقت يقتلوه على طول. فبيقول له لانج إن بنته تشان ممكن هي اللي تعترض طريقهم، فبيقول له يقتلها هي كمان لو عملت حاجة، وبيعرفه إنه مستعد يضحي بأي حاجة مقابل إنه يتولى الحكم. وبيحس لانج إن في حد بيراقبهم وبيروح يشوف مين، فبيعرف إنها تشان لكنه مش بيبقى متأكد إن هي، وبيروح يبلغ باباها، فبيقرر ساعتها إنه يروح لغرفتها عشان يتأكد إنها هناك ومش هي الشخص اللي كان بيتنصت عليهم. وقتها بترجع تشان لغرفتها بسرعة وبتنام جنب جون، ولما باباها بيجي بيلاقيها نايمة، فبيسألها هي خرجت بره الأوضة بتاعتها، فبتقول له لا، فبيطمن وبعدها بيعتذر لهم وبيمشي. وبعدها بيسألها جون هي ليه كدبت عليه، لكنها بتتوه ومش بترضى تقول له اللي هي سمعته لأن خايفة إن يحصل مشكلة بينهم. بنعرف إن جون بيخاف من الرعد لأنه هو صغير والدته سابته لوحده في القصر، وهو كان خايف من صوته وعمال يعيط. وقتها المربية بتاعته عرفته إنها ماتت فجأة، ومن ساعتها وهو بيخاف من الرعد، فبتحاول تشان تهديه. والإمبراطور بيضغط على السن علشان يتجوز، لكنه بيرفض لأنه هو متعلق هو كمان بتشان وعلى أمل إنها تسيب جون. فالإمبراطور بيتعصب وبيفقد الوعي. وقتها السن بيخاف عليه لا يموت وبيوافق على الجواز. تاني يوم بتودع تشان أهلها وبتمشي، وحد من الخدم بيديها رسالة من عرافة إنها لازم تحذر من كارثة طبيعية هتحصل لها الفترة الجاية، لكن تشان مش بتشغل بالها بالخرافات دي. لكن جون بيخاف عليها وبيطلب من الحرس بتوعه يفضلوا جنبها وعلى طول يمنعوها تقرب من أي مكان فيه مية، وبيأكد على الخدم يخلوا بالهم منها ويمنعوها من حتى شرب المية. ولانج بيدي لأبو تشان تمثال سلطة تساو يون، وبيعرفوا إنه ممكن الإمبراطور يشك إن التمثال مش موجود وهيعرف إنه اتسرق، لكن أبو تشان بيعرفوا إنه عنده خطة كويسة. وتاني يوم بيروح للإمبراطور وبيعرفوا إنه تحت حكمه التعاون بين تساو ويون الشينجينج بقى جيد، وإن دولة بوليان بعتت أول سفينة ملكية لدولتهم، وإنهم هيعملوا احتفال كبير بالمناسبة دي ولازم يحضر حفلة الاستقبال معاهم. فالإمبراطور بيوافق. وجون بيأكد على الخدم إنهم ما يعرفوش تشان بحوار السفينة لأنه خايف إن كلام العرافة يطلع صح، لكن تشان بتسمعه وهو بيتكلم مع الحرس بتوعه، فبتقرر إنها تروح معاهم. وبيروح ليو للشخص المقنع اللي مشغله وبيعرفه إنه هيرجع للقصر وده آخر يوم ليه معاهم، وبعدها بيمشي. وبتخرج يو تتكلم مع المقنع وبتسأله هو ليه ساب ليو يمشي، فبيقول لها إن دي أفضل فرصة إنه يتخلص من الإمبراطور وجون وتشان وكل العيلة المالكة، وإن ليو هيموت معاهم لأنهم هيغرقوا السفينة بيهم كلهم، وطالما معاهم تمثال السلطة يبقى هم اللي هيمسكوا الحكم. وقتها بيكون ليو واقف يتنصت عليهم وبيسمع كل الحوار، وبيرجع للقصر بسرعة علشان يفضل جنب تشان ويحميها، وبيفضل قاعد في القصر يراقب تشان. فبتيجي يو تعرفه إن اختياره لمساعدة تشان ووقوفه جنبها ده هيجي على مصلحته الشخصية وهيخسر كل حاجة. وبتحاول تشان تخرج من القصر لكن الحراس والخدم بيمنعوها، فبتطردهم من أوضتها. وبعدين بتكلم النظام وبتطلب منه يساعدها تخرج من الأوضة، فبيعمل كده وبتختفي من الأوضة. وبيعرف ليو بيهربها، فبيقرر يروح وراها علشان يحميها. وفي الوقت ده بتكون وصلت للسفينة وبتشوف جون واقف مع بنت، فبتفكر إن ده سبب رفضه إنها تروح. وبتلاقي عربية عليها مواد الأكل ومجموعة عمال طالعين بها السفينة، فبتتنكر معاهم علشان تدخل. وبيشوفها جينج وبيتكلم
معاها، بس بيشوفهم جون وبيزعق للحارس بتاعه بسبب هروبها من الحرس. وبتيجي موجة وبتضرب السفينة ومعاها تشان، وبتكون هتقع من السفينة بس بيلحقها جون. وبعدين بتروح تغير هدومها وبتتعرف على خطيبة سون، وبيروح لها جون وبتقول له انها تروح تتمشى شوية في السفينة، لكنه بيمنعها لانه طبعا بيكون خايف عليها. وبيوصل الامبراطور للسفينة وبيروح يحيوه، بتقول له تشان ان جون مش عاوزها تحضر الحفلة وتفضل في القصر، تطلب منه يسمح لها بالحضور فبيوافق. وبتتحرك السفينة وبيكونوا داخلين على مكان تابع للفرس، واللي بيكون في بينهم في الوقت ده عداوة. فبيقول جينج انهم كان لازم يجهزوا قوتهم في مكان قريب ليهم. وبيتكلم رئيس الوزراء عن والدة الامبراطور وانهم اتعرضوا للخيانة، ولسه هيتكلم عن التفاصيل فبيمنعوا الامبراطور. فبيتدخل جون وبيكون متعصب وعاوز يعرف مين السبب في موت والدته، لكن تشان بتمثل انها تعبانة عشان تمنع خناقة بين جون والامبراطور. وبيفهم جون وبيقتنع بتفكيرها. وبيكون والد تشان واقف مع الملكة وبيقول لها انهم خلاص هيكونوا مع بعض قريب. فبتقول له الملكة انها خايفة عليه، لكنه بيطمنها. وبتشوفهم تشان فبيبعدوا بسرعة عن بعض، وبيمشي والدها. وبتتكلم الملكة مع تشان شوية علشان ما تشكش فيهم. وبيجي وقت العشاء وبتقدم خطيبة سون عرض رأس للملك. وفي الوقت ده بتطلع يول السفينة وبتدي إشارة للجنود اللي هينفذوا الهجوم على السفينة، فبيطلعوا وبيبدأوا الهجوم وبيقتلوا أي حد في طريقهم. وبيوصلوا لتشان وبيكونوا خلاص هيقتلوها، بس بيجي ليو على آخر لحظة وبيمنعهم وبيدخل في القتال معاهم. وفي الوقت ده بيكون جون بيحاول يمنعهم هو والحارس بتاعه من الوصول للإمبراطور. وبيشوف تشان والجنود بيحاولوا يقتلوها، وبيكون رايح علشان ينقذها، لكن يو بتيجي وبتديله ضربة من ظهره بخنجر مسمم. وبياخد ليو تشان وبينزلوا في البحر علشان ينقذها، وبينزل جون وراهم، وكمان عصابة المستشار بينزلوا وراهم علشان يكملوا مهمتهم. وبيكون جون قلقان على تشان وبيحاول الحارس بتاعه يرجعه، لكنه ما بيسمعلوش وبيصمم يكمل لحد ما يلاقيها. وبيكون ليو وتشان خرجوا من البحر وبيكملوا هروب، لكن ليو ورجالتها بيكونوا وراهم للأسف وبيوصلوا لهم. بيخلص الجزء الأول من المسلسل على كده. استنونا في الجزء الثاني، وما تنسوش اللايك والكومنت الجميل. سلام.